كيف يتم استعبادك وأنت تعيش في غفلة؟ أنجح طريقة عبر التاريخ أتقنها الطغاة والمتجبرون لاستعباد البشر وإتلاف عقول الشعوب والدوس على كرامة الإنسان وكسر عزة نفسك وإشغالك بالجري وراء إشباع بطنك. يشغلونك بخفض الرواتب وزيادة أسعار الغذاء لكي لا يشتغل عقلك أبدا إلا بالبقاء على قيد الحياة، لأنك إن لم تعمل طول اليوم ستموت من الجوع. شغلوك ببرامج الطبخ وإعلانات الأطعمة وأنواع الأشربة والمقاطع القصيرة، فأنت تعمل لتوفر الطعام، وعندما ترتاح من العمل تفكر في ماذا ستأكل. لو قارنت نفسك بالعبيد أو بحياة العبودية فماذا اختلف؟ فالعبيد يعملون ساعات طوالا بمقابل لقمة العيش، وهنا نتكلم عن العبودية بالمفهوم الغربي. انظر فقط تاريخ الغرب وماذا يفعلون مع من يستعبدون ظلما وزورا وقهرا. أما الآن لم يتغير إلا المسميات، الآن سموك موظف وأنت تعمل طول النهار، ممنوع من الدخول والخروج والغياب، وإلا سيتم الخصم من راتبك، أو قد تطرد من العمل فقط لأن المدير قرر ذلك، أو فقط لم يرد أن يدفع راتبك ولا يمكنك فعل شيء مقابل هذا. فلهذا كل الموظفون الذين هم كالعبيد يلهثون لإرضاء سيدهم ومدير عملهم، فلقمة عيشهم في عينيهم بين يديه، وإلا فما من دابة إلا على الله رزقها. لكنهم أنسوك دينك وجعلوك تصلي يوما وتترك شهرا إلا من رحم ربي. كما قلنا في البداية، أنت مشغول في بطنك، أهملت صحتك وهجرت كتاب ربك ولم تتفقه في دينك ولم تتدبر القرآن. شغلوك بالركض وراء الشهوات والملذات السريعة الزائلة وأفخاذ النساء ومؤخرات الفتيات. إنهم حقيقة يغسلون عقلك ويحولونك لعبد لشهوتك، فلا يهمك لا في دين ولا في سياسة. إنهم يفعلون كل ما ينفع مصالحهم، وأنت وإن اعترضت فعلى خوف على دنياك وشهواتك. ورسالتهم واضحة: نحن نسرقك ونستعبدك، وأنت كل وتمتع قليلا ولا تتدخل في قراراتنا وسياساتنا، بل اشكرنا على الفتات.